في خطوة مفاجئة ولافتة، بطل العالم يختار مواجهة من نوع خاص. الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يعلن رسميا عن مباراة ودية تجمع منتخب التانغو بنظيره الموريتاني يوم 27 من مارس الجاري. المكان: ملعب لا بومبونيرا الأسطوري في العاصمة بوينس آيرس. الهدف: ليس مجرد مباراة ودية، بل هي رحلة أرجنتينية لاستكشاف أسرار الكرة الإفريقية والتعرف على خصائصها البدنية والتكتيكية عن قرب، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026. لكن القصة لا تتوقف هنا. هذا اللقاء يندرج ضمن رؤية تحضيرية شاملة لمواجهة منتخب الجزائر المرتقبة. الأرجنتين تدرك جيدا قوة المدارس العربية والإفريقية، خاصة بعد المفاجأة المدوية التي فجرتها موريتانيا بإطاحة الجزائر من كأس إفريقيا 2023. الأنظار تتجه الآن إلى 16 من جوان، حيث يفتتح بطل العالم مشواره في المونديال أمام محاربي الصحراء. مباراة تعد بالكثير من الإثارة بين ميسي ورفاقه الساعين لتأكيد الهيمنة، وبين منتخب الجزائر الطامح للعودة بقوة إلى الواجهة الدولية من بوابة الكبار. هل تنجح موريتانيا في إحراج بطل العالم كما فعلتها مع الجزائر؟ وكيف ترون حظوظ الخضر في مواجهة رفاق ميسي؟ شاركونا توقعاتكم في التعليقات.